سلام، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده خرابيط شي ان او حبشتكنات شي ان. زي ما انتم عارفين كده، شي ان مش مجرد موقع لللبس بس. شي ان يا جماعه عليه كل ما تتخيلي وما تتخيليهوش من منتجات، والله العظيم بمعنى الكلمه. انا بلاقي عليه حاجات انا لم اتخيل ان هي حاجات موجوده اصلا، يعني بجد عليه اختراعات وحاجات رهيبه، واسعار بتبقى تحفه طبعا، غير الخصومات الرهيبه اللي شغاله دلوقتي عشان البلاك فرايداي و11/11، والخصومات بتاعت شي ان بتفضل شغاله لحد شهر 12. فبجد اللي عايز حاجه يلحقها. فانا جبت الاوردر ده، اوردر مش كبير قوي، اوردر صغنون كده، كنت طالباه من على صفحه everything for you girl. هسيب لكم اللينك تحت. الصفحه دي انا بطلب منها اي حاجه لو انا عايزاها من شي ان، تمام؟ وهي بتقول لك سعر الحاجه كامل بالجمارك بكل حاجه، مش بقى بتستني الحاجه تجيلك، لان انتوا عارفين الجمارك في مصر بتبقى رهيبه. فلو انت في مصر عايزه تطلبي اوردر تقدري تطلبي عن طريق الصفحه ديت، ولو انت بره مصر وبتطلبي بنفسك، او لو انت حتى جوه مصر وبتطلبي نفسك وما بيهمكيش الجمارك، فده كود خصم هيديكي لحد 15% او اكتر كمان من 15% خصم لو انت بتشتري بنفسك من شي ان، تمام كده؟ فيلا بينا نبتدي عشان متحمسه اوريكم الحاجات جدا خرابيط. ويلا بينا نبتدي. واول حاجه جبتها هي الشنطه دي. اللي متابعني كنت عارف ان انا مشتريه شنطه شبه دي كده بالظبط، لونها فسفوري، خطيره خطيره. والشنط دي بتبقى خامتها كده بنات ووتر بروف، واصلا بتبقى اسعارها رخيصه جدا، وبتبقى لطيفه قوي في النادي، بتبقى لطيفه قوي في المصايف. بصراحه بتبقى حلوه قوي وعمليه كده، وكمان حجمها بيشيل حاجات كتير. فبصوا الشنطه حلوه جدا جدا. ممكن بقى تجيبيها ليكي، تجيبيها بتنفع جدا البنات وهم رايحين الدروس بقى، البنات بتوع ثانويه عامه، البنات بتوع اعدادي كده. لطيفه وشيك وفي نفس الوقت عمليه جدا. بصوا الخامه بتاعتها اللي هي بتبقى ووتر بروف دي حلوه قوي. بصوا اصلا اللون الاحمر بتاعها يعني قوي كده ومنور، حلو قوي. حتى الايد بتاعتها برضو التقفيل بتاعها تحفه، طبعا بتقصر وتطول، وحتى من جوه برضو التقفيل بتاعها حلو جدا، وحجم الشنطه حلو جدا. بصوا التقفيل يا جماعه، تقفيل متين جدا، فتحفه بصراحه. وزي ما قلت لكم كان سعرها عبيط بصراحه، مش فاكره كان كام طبعا عشان انا طالبه الاوردر على بعضه، بس اللي انا فاكره ان كان سعرها حلو قوي. تاني حاجه جبتها هي التوكه الغريبه دي. بصوا انا مش عارفه انتوا هتفهموها ولا لا، بس انا مش يعني يا رب الاقي اللينك بتاعها، يا رب الاقي اللينك بتاعها. بصوا هي توكه كده عامله زي المسطره، شايفين عامله ازاي؟ تمام. بتعمل الشعر بان كده، شايفين؟ وهوريكم دلوقتي الخطوات بتاعتها. بصوا انتوا المفروض ان التوكه بتتفتح كده، شايفين عامله ازاي اهي؟ تمام. وبتحطي جواها الشعر كده اهو، تمام. وبتبتدي تلفي الشعر من تحت لفوق كده. بعد ما تحطي الشعر تبتدي تلفي الشعر لحد ما توصلي لفروه الراس، تمام كده. وبعدين بتبتدي تقفلي ال بتاع دي، بتتلم كده زي المسطره. فاكرين المسطره بتاعت زمان قوي؟ مش عارفه حد فاكرها ولا لا. فتعمل بقى الشعر، بصوا بتتنيها كده، فتعمل الشعر بان كده زي ما انتم شايفينها بقى، فوق تحت زي ما انت عايزه. فعجبتني فكرتها قوي. لو عرفت اصور فيديو وانا بعملها لشعر اسيا بنتي هوريكم، لو ما عرفتش هقول لكم رايي فيها برضو على جنب هنا في الشاشه. الحاجه اللي جبتها بعد كده كان في خصومات حلوه جدا جدا على السليبرز بتاعه البنات او الاطفال يعني، عشان طبعا احنا خلاص في نهايه الشتاء، فكان في يعني بجد خصومات حلوه. فجبت السليبر ده لاسيا ده. بصوا يا جماعه تحفه 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 تحفه، خطير. من جنب كده كله ستراس، تمام. الجنب التاني فيه لمعه كده. طبعا الماتيريال بتاعته حلوه جدا. بصوا تحفه، حلوه قوي. فانا جبته كمان مقاس اصغر، مقاس اكبر من مقاسها، علشان يقعد الصيف الجاي، يعني المفروض انا هشيله لها للصيف الجاي. ودي حاجه حلوه قوي انكم تستغلوا الخصومات اللي موجوده على الموقع، انكم تجيبوا حاجات اللي عليها خصومات للصيف، فاهمين؟ لاولادكم او ليكوا بتبقى الحاجه يعني بنص ثمنها يا جماعه، والله العظيم. فخطير. وطبعا انا بعتذر لو لقيتوا اي حاجه سولد اوت، لان انا طالبه الاوردر ده بقالي حبه. وطبعا ما ينفعش اعدي كده وامشي من على شي ان من غير ضوافر. بصوا جمالها، بصوا جمالها وحلاوتها يا جماعه بجد. الضوافر دي خطيره. الماتيريال بتاعتها مختلفه عن اي ضوافر تانية جبتها من شي ان. الماتيريال بتاعتها تقيله وتخينه كده، عامله زي الجل بجد. يعني اللي هيشوفك لابساها هيفتكر ان دي ضوافر جل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين اللمعه اللي فيها؟ خطيره خطيره، كانك عامله جل على ضوافرك، حلوه قوي. الحاجه اللي بعد كده اللي جبتها، والامانه انا اتبسطت جدا بالاختراع ده، اختراع تحفه. بقول لكم بلاقي اختراعات على شيء خطيره. من المشاكل اللي بقابلها دايما في المصيف، تمام، انه نجيب شنطه بلاستيك ونحط فيها حاجات البحر، واحنا ماشيين نتملي رمله والشنطه تتملي رمله، ونقعد ننظف بقى واحنا مروحين، وحاجه كده مستفزه. فلقيت الاختراع ده على شيء يا جماعه. بصوا اكيد هحط لكم صورته هنا. بصوا هي دي عباره عن شنطه بتتلم وتتقفل وتتفتح، تبقى شنطه عامله زي الشبكه كده وكبيره. بصوا
اهي. بصوا كبيره قد ايه، بصوا شنطه كبيره قد ايه يا جماعه، شايفين؟ وبعدين بقى مخرمه من تحت كده كلها شبك، على اساس ان انت تحطي فيها اللعب بتاعه البحر وتتنفض كلها من الرمله وما تقرفناش بقى لما نروح، فاهمين؟ فبجد خطيره خطيره خطيره، وبتتلم وبتتقفل كلها، بتتحط جوه الجيب ده تاني زي ما انتوا شفتوني في الاول كده بمنتهى السهوله. طبعا انا مش عايزه اخد وقت يعني، بس ما اعتقدش ان هي تاخد وقت، هي سهله يعني. بتتلم كده اهي، بتطبق اصلا اهي، اهي بطبقها وبدخلها تاني جوه الشنطه، الجيب قصدي الصغير ده، يعني اصلا حتى ما تاخدش مساحه. طبعا انا لو طبقتها بما يرضي الله هتبقى اصغر من كده اهي. اختراع جامد. بعد كده شفت ناس كتير قوي بتتكلم على البتاعات اللي هي المدوره، اللي هي بتاعت ازاله الميك اب، في ناس بتشيل بيها الميك اب وفي ناس بتنظف فيها الفرش وبيشكروا فيها جدا. فهم اصلا بيتباعوا بتلاتة اتنين اربعة ستة عادي. فصفحه everything for you girl بتبيع بالواحده، فانت لو عايزه تجيبي واحده تجربيها تقدري تجيبي واحده من عند صفحه everything for you girl، مش لازم تجيبي باكت على بعض، فاهمين؟ فانا اخترت اللي هي الماركه بتاعت ماناج بتاعت الفرش طبعا، لان هي ماركه محترمه جدا، فاخترت الماركه دي وقلت لها تبعت لي واحده علشان اجربها. الصراحه ان انا كنت فاكره ان الخامه بتاعتها بنات زي الفوطه عشان هي بتمسح الميك اب، فانا استغربت جدا ان لقيت خامتها بصوا عامله ازاي، عامله زي الفرو كده يعني، بصوا عامله ازاي. فانا مش عارفه بصراحه دي في ازاله الميك اب او يعني ممكن، مش عارفه، وفي تنظيف الفرش يعني. انا مش عارفه بصراحه النتيجه بتاعتها هتبقى ايه، بس هرجع هستخدمها وارجع اقول لكم، او اكيد هستخدمها معاكم على انستجرام يعني، فتابعوني هناك على انستجرام عشان انتوا عارفين بنعمل حاجات تانية خالص غير اليوتيوب. بعد كده يا بنات في على شي ان طبعا في الحته بتاعه التوك الحته الهير بيس، تمام؟ فجبت الهير بيس دي لاسيا، تمام؟ يعني لاي مناسبه او كده، شكلها حلو قوي، خصوصا ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر يعني. المفروض انه اختي هتتجوز ان شاء الله باذن الله عن قريب، لسه شويه بس يعني عن قريب، فقلنا نحضر يعني ان شاء الله. فجبت الهير بيس دي، بصوا يا جماعه جمالها وتفاصيلها خطيره خطيره، بصوا التفاصيل. والمفروض انه بصوا شايفين دول بيقفوا كده كلهم فيتعملوا كانه تاج، فاهمين؟ يعني كل الورد ده بيقف فيبان ان هو تاج، لو انت عايزه تبينيه ان هو تاج او حاجه فظيعه الجمال. وتقدري كمان يا بنات زي ما انتم شايفين بتسيبيها كده مثلا شكل مثلا معوجه، تقدري تفرديها يعني. اصلا المعدن اللي ماسك اللي هو ده اسمه ايه، طري، تقدري تفرديه، تقدري تتنيه، تقدري تخليها يعني عارفين، تقدري تتحكمي فيها زي ما انتوا عايزين يعني. تقدري كده توقفيه تعدليه كله، يبقى حاجه بجد خطيره. جبت كمان يا بنات السبونشات دي بتاعت شي جلام، انا بعشق السبونشات دي. السبونشات دي الكواليتي بتاعتها رائعه، بيجوا باكت كده في 3 مع بعض، دي تاني مره او تالت مره اجيبهم تقريبا. تحفه تحفه، بصوا البافنس بتاعها عامل ازاي، خطيره بصراحه. من احلى الفرش اللي استخدمتها في حياتي بجد، مش بس من شي جلام، لا، من احلى الفرش اللي انا استخدمتها في حياتي هي الفرشه كف القطه دي، تمام؟ من شي جلام اللي عارفينها اللي لونها بينك دي، خطيره يا جماعه في دمج البلاشر الكريمي يعني، بجد رائعه. اظن شايفين انا من كتر الاستخدام والغسيل بصوا منظر الفرشه بقى عامل ازاي اصلا، ورغم كده ما وقعش منها ولا شعرايه. هي عندي تقريبا بقالها اكتر من سنتين، رهيبه، تمام؟ بصراحه جبت منها واحده تانية لان هي فظيعه الجمال بجد. بصوا شكلها، بصوا بقى شكلها الاصلي ابن الناس كان عامل ازاي، ده كده شكلها الاصلي. بصوا شكلها جميل وكيوت ازاي يا جماعه، ده شكلها بعد المرمطه خطيره. عشان ابقى خلصت جزء الميك اب انا كمان طلبت البرايمر بتاع شي جلام اللي كان من مجموعه لاف دايف. انا بعشق البرايمر ده، لان هو مش برايمر بمعنى برايمر، هو مع مرطب قبل الميك اب، بيخلي البشره حلو جدا يعني. كمرطب قبل الميك اب خطير خطير خطير، حلو جدا، انا يعني بعشقه. ريحته حلوه، ملمسه على البشره رائع، باكجينج اصلا خطير، فظيع فظيع، ده بجد فظيع. دي كده تاني واحده اجيبها منه، بتاعتي خلاص قربت تخلص فلحقت نفسي وطلبت واحد تاني. على شيء يا جماعه اي حاجه انت عايزاها هتلاقي منها فرايتي في الاسعار فوق ما تتخيلي، اي حاجه هتلاقي من الرخيص للغالي. فبصراحه ان انا اسيا في التمارين بتاعه السباحه في الصيف بتستهلك اللي هو البونيه بتاع الشعر ده كتير، والنضارات كمان، فكنت عايزه حاجه بقى كده غاليه شويه والماتيريال بتاعتها محترمه، فطلبت المجموعه دي. تحفه يا جماعه الخير، تحفه. بصوا ده كده الكواليتي بتاع النضاره، بصوا ده الشكل بتاع النضاره، تمام؟ شكلها اصلا، الشكل اصلا خطير بالديتيلز، تمام؟ حتى البتاع بتاعها ده حلو قوي، بصوا عامل ازاي، بصوا الكواليتي
خطير بصراحه، حلوه قوي. ايه البني سو كيوت. بصوا البني يا جماعه، بصوا الدنيا. عسل قوي بجد، خطير. ولونه بناتي كده البيربل ده، وفي منه بينك، فبجد عجبني قوي. بصوا من جوه الماتريال برضو نظيفه جدا، فتحفه تحفه. من الحاجات اللي عجبتني قوي يا جماعه بجد الشنطه دي، كيوت قوي. حسيت ان هي لو اتحطت على اي اوت فيت كده هتخليه في حته تانية يعني بصراحه. ف كيوت. بصوا كاتا، كيوت جدا بجد. بصوا التفاصيل بتاعتها حلوه قوي، حتى السوسته جميله. هي مش كبيره بصراحه، يعني هي يا دوبك هتاخد المحفظه والتليفون بالعافيه، يعني فاهمين، يعني يا دوبك كده، يا دوبك المحفظه والتليفون والمفاتيح، مش تاخد حاجه اكتر من كده. بس هي كيوت قوي. وطبعا دي الايد بتاعتها برده بتكبر وتصغر زي ما انت عايزه، فعجبتني قوي. وتقدري برده نفس زي ما قلت لك تجيبيها لنفسك او تجيبيها لبنوتك، هتبقى لذيذه قوي، والبنات الصغيرين برده هيفرحوا بيها جدا. اخر حاجه جبتها هي مجموعه الشرابات دي، لان بجد انا اتخنقت من الشرابات الصغيره اللي بتفضل تتزحلق جوه الجزمه، بجد بقت بتعصبني جدا. فلقيت دول يا جماعه، بس هما 1 2 3 4 5 6 7 كده مع بعض، تمام. الالوان دي كلها تحفه. ايه بقى اللي بيميزها؟ هوريكم دلوقتي. تعالوا كده اوريكم في الاخضر عشان يبان. بصوا اللي بيميز الشراب ده، اول حاجه الخامه بتاعته هنا من فوق كده ناعمه جدا، ومن تحت قماش عاديه، تمام. اللي بيميز الشراب ده بصوا يا جماعه، اول حاجه ان انت لو الجزمه اللي انت بتلبسيها بتعورك من ورا، فهو من ورا الحته بتاعته دي عاليه، بصوا عامله زي الشراب كده، الحته دي عاليه. تاني حاجه فيها السيليكون ده، شايفين السيليكون ده بيخليها تلزق في الجلد، فما تفضلش كل شويه تتزحلق من الباليرينا او الجزمه اللي انت لابساها، فاهمين؟ فما بتتزحلقش خالص، ما بينزلش، بتفضل لازقه في رجلك بجد. فعجبني جدا جدا، والماتيريال بتاعته تحفه تحفه تحفه. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو بتحبوا انواع الفيديوهات دي اكتبوا لي تحت. اشوفكم ان شاء الله الف خير، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. باي باي.